السلام عليكم. في الوقت الحالي اعتقد ان كلنا متفقين ان مفيش اشهر من مسلسل ذا بويز، واحد من اكتر المسلسلات اللي بيتم مشاهدتها في اخر 5 سنين، واحد من اكتر المسلسلات ان الناس بتستناها وبتتكلم عليها، ويعني من المسلسلات المنتظره جدا. مسلسل من اول ما اتعرض من اول سيزون 1 واحنا عارفين ان في حاجه جديده، في حاجه مختلفه بتتقدم في المسلسل ده، وفعلا سيزون 1 كان جامد جدا. سيزون 2 كان استمرار على نفس الجمدان وعلى نفس الليفل اللي احنا ماشيين عليه لغايه سيزون 3. في سيزون 3 كلنا حسينا ان الناس دي هم بيتفننوا في انهم ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه، يعني احنا عايزين نثير الجدل وخلاص. شوف يا باشا بيز بتاعك احنا وصلنا لحد فين، طب ما تيجي نعديه ونزود عليه شويه كمان، مش في الحاجه الحلوه ولكن في الحاجه الوحشه. وفعلا المسلسل وصل لمرحله ان الواحد مش قادر يتفرج عليه، يعني خلاص انت بس عشان بدات الرحله فانت عايز توصل تشوف الرحله دي هتستمر لحد امتى، ولكن فعلا المسلسل وحش يا جماعه، المسلسل بقى وحش جدا جدا جدا. فانت لو لسه ما اتفرجتش على مسلسل ذا بويز فانا بصراحه انا مش جاي اقول لك تتفرج عليه، انا جاي اديك اسباب انك لسه ما تتفرجش عليه. فتعال نتكلم في الفيديو ده عن اسباب خليك ما تتفرجش على مسلسل ذا بويز. يلا بينا. مسلسل ذا بويز هو مسلسل خد فكره السوبر هيروز وتم طرحها بشكل مختلف. يعني احنا هنستعامل مع السوبر هيروز مش زي ما كل الافلام او المسلسلات اتعاملت بيها. يعني من الاخر كده انت متعود ان السوبر هيروز بيكونوا طيبين او فيهم طيبين وفيهم اشرار. لا يا معلم، انا في العالم بتاعي ده مفيش سوبر هيرو نقدر نقول عليه ان هو بطل خارق، بل بالعكس تماما، كلهم ناس اوغاد، كلهم ناس فيهم كل الصفات السيئه اللي انت ممكن تشوفها. وكمان انت ما تقدرش تقول عنهم بشكل بسيط ان هم سوبر هيروز او ان هم ابطال، ولكن هم اقرب لممثلين عندهم قدرات. يعني الحاجات اللي بيعملوها مش اصليه 100%، كلها بتدار تحت شركه. يعني الفكره ذات نفسها بتاعت المسلسل كانت عظيمه جدا، ومن فعلا من الافكار اللي من الاول كده تقدر تجذبك وتقدر تهدك وتخليك تتفرج على المسلسل ده وتستثمر فيه. ولكن في عامل مهم جدا في المسلسل ده، وعامل كان مخلي المسلسل ده فعلا حاجه مختلفه، وهو الليميت، او ان احنا ما عندناش ليميت. ان المسلسل ده احنا عندنا جراءه ان احنا نعمل اي حاجه وكل حاجه، وفعلا مفيش سقف. يعني ايه مفيش سقف؟ يعني من الاخر كده اي فكره هتيجي في دماغنا، اي حاجه هتيجي عندنا، سواء بقى نوديتي، سواء بقى يا باشا دم، سواء بص يعني شوف انت ايه ممكن يجي في دماغك احنا هنعمله. كانش في سقف للحاجه دي، كانت حاجه مزعجه شويه في اول سيزون اول 2 بس، ما كانتش موجوده بشكل كبير، ولكن بدات انها تكون كتيره جدا، وبدات انها تبان بشكل مستفز من اول سيزون 3. ما بقتش قادر ان انت تتفرج على المسلسل ده من غير ما تشوف ان فعلا اللي احنا بنتفرج عليه ده يا جماعه لا يعني خلاص بقى مش مضحك، والله الموضوع سخيف. في سيزون 4 كمان الموضوع ساخف لدرجه ان انت من سيزون 4 هي تقريبا حلقه واحده بس هي اللي كانت حلقه مش طبيعيه. حاجه كمان برضو، يعني من الاخر الناس اتعاملت ان الحاجه الوحيده اللي هم بيبيعوا بيها دلوقتي ان احنا مقرفين. من الاخر ان احنا شوف يا باشا انت ايه اقصى حاجه احنا وصلنا لها في القرف، طب ما تيجي نعدل عليها بقى شويه، طب ما تيجي نزود في القرف ده، ما يمكن يعجب الناس بقى ونقعدوا نتكلموا عليها يا مجانين انتوا ازاي تقدروا تعملوا حاجه زي دي، يا نهار ابيض ده شوف اعملوا ايه، انفجر. سخافه هذا المجتمع المتخلف اللي عمال يطرح لنا قرف وبتاع انا مش مهتم يا عم ان انا اشوف ده. انا القصه كانت عجباني وعايز نتفرج على المسلسل بصراحه، لا القصه عجباني دلوقتي ولا انا مستثمر اي حاجه في المسلسل. في ما زالت اللقطات الحلوه اللي انت مستنيها، الحاجات الجامده جدا، التمثيل الخرافي من جميع الممثلين، ولكن فعلا الحاجات دي هي اللي بتفصلك وهي اللي هتخليني اقول لك يا معلم ما تتفرجش. لانك فعلا لو اتفرجت على سيزون 1 وسيزون 2 وكملت في سيزون 3 وسيزون 4 انت هتحس ان انت انا بتفرج ليه؟ طب يعني انا بعمل ايه؟ هتلاقي في مشاكل كتير انت مش هتقدر تتفرج عليها من كتر القرف، هتجريها. حاجه كمان وهو ان في دلوقتي اجندات بقى بدات تتحط، اللي هو احنا عندنا شخصيات معينه كده احنا هنغيرها وهنخليها مش عارف ايه عشان نعمل مش عارف ايه، نرضي الاجنده الفلانيه، نرضي البتاع اللي هو القرف بتاع المجتمعات دي كلها بدا يتحط في المسلسل. واللي هو انت لو شلته كله مفيش مش هتفرق ومفيش اي حاجه هتختلف والقصه هتمشي وعادي خالص. ولكن طبعا للاسف لما بيدخل هذا الناس وهذه القناعات في المجتمعات دي بتبوظ اجدعها عمل. فانا الحقيقه مش قادر افهم هو ليه ذا بويز وصل للمرحله دي. يعني مسلسل كان ماشي بشكل جامد جدا، مسلسل كان مختلف جدا عن المسلسلات دي، ما كانش فيه سي جي اي يا سيدي الفشيخ بقى والفايتات اللي مش عارف ايه والكلام ده، ولكن هو كفكره كدراميا كان حاجه جامده جدا، كان حاجه ممتعه. من اول حلقتين قدر ياخدك وقدر يدخلك في هذا العالم وقدر يحسسك بخطر الشخصيات وبعظمه الشخصيات، وان فعلا احنا هنعمل اي حاجه عشان نقضي على السوبر الاوغاد اللي احنا بنحاربهم دول، وان فعلا الشخصيات دي شخصيات حقيره وشخصيات سيئه. فانت بتبقى عايز تعرف ازاي شخصيات عاديه، ازاي ناس عاديه ما عندهاش اي قدرات ما عندهاش اي قوه خارقه هتقدر تتعامل مع
شخصيات خارقه. ده كان الممتع في المسلسل ده. والشخصيات الخارقه دي ما عندهاش بقى لا بوصله اخلاقيه ولا عندها ليميت ولا عندها اي حاجه، احنا ممكن نعمل اي شيء وهتحمينا شركه فوت، ما فيش اي مشكله. عمالين نزود شخصيات، عمالين نجيب في ممثلين، فعلا عمالين نزود في القرف في المسلسل لدرجه ان في ناس فعلا ما بقتش قادره تتفرج. الواحد دلوقتي بقى يتفرج بس عشان اللي هو ايه، احنا بدانا الرحله، طب ما تيجي ننهيها. وفعلا وصلت لمرحله ان انا خلاص بقى اللي هو ابوك على ابو الرحله، انا مش عايز منكم اي حاجه. ونعمل سبين اوف في جين في، ونعمل مش عارف ايه، ونجدد لسيزون 5 وهيكون هو الاخر، بس هنعمل كل ده مش مهم. لان فعلا طالما انت ماشي في هذا الاتجاه المقرف اللي انت ماشي فيه، فانت هتفضل تخسر في الجمهور لغايه ما فعلا المسلسل ده هيتدفن وهيتقال عليه ان هو ما كانش حاجه اصلا. والناس اللي اتفرجت على الحلقات الاخيره بتاعه المسلسل ده والحلقه الاخيره اللي نزلت الاسبوع ده يعني بجد. فمعلم، نصيحتي ليك لو انت لسه ما اتفرجتش على مسلسل ذا بويز، مش مستاهله والله، ما تتفرجش عليه. ولو عايز حاجه عنيفه سوبر هيروز بتاع مش عارف ايه بقى، حاجه مختلفه عن السوبر هيروز ده، بتفرج على فيلم واتش مان. فيلم واتش مان هو احلى حاجه ممكن تتقدم توريك فكره السوبر هيروز بشكل مختلف. يعني واتش مان بالنسبه لي انا هو ذا بويز قبل ما يكون في ذا بويز. فللاسف ذا بويز كان ويست بوتنشال كبير جدا. ذا بويز كان محبط جدا بالنسبه لي، انا حزين جدا على هذا المسلسل. كان نفسي نكمل بنفس التون اللي احنا ماشيين فيه ونخلص القصه بتاعتنا، نهتم بالمسلسل اكتر من كده، نهتم بالجمهور، نحترم وعي الجمهور، نحترم المشاهد اللي بيتفرج، ما نزودش القرف ده. ولكن في هذه المجتمعات الفاسده المتعفنه، اتوقع اي حاجه، اتوقع ان ده هو العادي اللي يحصل، اتوقع يا باشا ان هم ده، واتوقع ان في الحلقات الجايه كمان يزودوا قرف من ده، ولو سيزون جاي يزودوا مش عارف ايه وبتاع ومش عارف ايه. ايزي جدا. وللاسف ذا بويز كان ضحيه هذا التخلف اللي هم بيعملوه في المجتمع بتاعهم. وبس كده، شكرا لكم على وصولكم لنهايه الفيديو. لا تنسوا الدعاء لاخواتنا شمال غزه يموت جوعا. لو مش قادر تتبرع، اتكلم، انشر عشان نوصل الموضوع ده لناس قادره انها تتبرع. لا تنساهم، تتكلم عنهم، لان فعلا الوضع صعب جدا جدا جدا. كان الله في عونهم، كان الله معهم باذن الله. ربنا ينصرهم ان شاء الله. السلام عليكم.